لقيح رشيد مرابط، أستاذ تعليم ابتدائي، رئيس جمعية شباب إغيمس للتنمية المستدامة. المبادرة اللي قلنا ناض المشروعات اللي قلنا اللي تسكن الجمعية، وهو بناء مرافق صحية بوحدة إمعيزن، مجموعة مدارس تفريت. تشكل المبادرات بعد انتظار المدة يقوت الفرعيات توسكات تقريبا 70 تغمر الفترة كله تجو قيسين للمراحل رغم أنه كمطلب الساكنات الآباء التلاميذ، ولكن وجيت يحقق الحمد لله. كان لنا الفضل الجمعية مجموعة من المحسنين الشباب المنطقة اللي تطوع النسليات العاملة، كان لهم الفضل أنه أذكرنا المشروعات بنون مرفقين صحيين سين المراحل. المشروعات يأتي للحد من الهدر المدرسي اللي نخل المدارس، وبالخصوص فئة الفتيات خلال العالم القروي تشكل مشكلة. وكان الحمد لله اللي تشكل المبادرات ان شاء الله راني تشجع قدام التعليم التلاميذ، وبالخصوص الفتيات ان شاء الله. بالمناسبة خل من برا دار نتشكر المساهمين المحسنين اللي ساهمين في المشروعات، دار نتشكر الشباب اللي ساهمين في السن سنقين ايام عمل، الله يجزيهم بخير. دار نتمنى ان شاء الله هذه لينت المبادرات يدني ان شاء الله يختنا.